عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بريوات بالدجاج كيجيو رائعين بواحد الشرموله اللي كتعطيهم واحد المذاق، كيجيو تماما بحال البريوات ديال الحوت اللي ذاقهم ما غيصدقش انهم ديال الدجاج. وما نطولش عليكم ونخليكم مع بقيه الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاج، هنا عندي 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، جوج بصلات مقطعين مربعات صغار، هنايا عندي الهريسه، الربيع، الزيتون مقطع، هنايا عندي حامضه مصيره مقطعه مربعات صغار. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الكمون، تحميره او فلفل احمر، وهنايا العطريه ديال الحوت، وهنايا عندي صوص صوجا وحامضه، وهنايا عندي الشعريه الصينيه اللي وضعتها في الماء سخون. ونبداو على بركه الله. هنايا غادي نوضع الدجاج، وغنضيف عليه تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده، وغنضيف عليه العطريه ديال الحوت، وغنوضع عليه واحد الكاس ديال الماء وغنديرو يطيب. ودابا غادي ندوز نشحر البصله مع شويه ديال الزيت. كما كتشوفوا هنايا ما استعملتش الملحه نهائيا، حيت المكونات اللي عندي صوص الصوجا والحامض مصير والهريسه كيكونوا مالحين. هنايا كما كتلاحظوا من بعد ما طاب الدجاج قطعته مربعات صغار، وهنايا تشحرات لي البصله غادي نوضعو فوق البصله باش نضيف عليه المكونات اللي عندي. غادي نوضع معلقه ديال الكمون، غنوضع شويه ديال التحميره، هنايا حامضه مصيره، غنضيف الربيع، واحد المعلقه ديال الهريسه، وغنضيف واحد المعلقه ديال التوابل ديال الحوت، معلقه ما عامراش، وغنضيف الزيتون، وغنضيف تقريبا واحد 3 المعالق ديال صوص الصوجا. غادي نضيف شويه ديال العصير ديال الحامض، وكتجي الحشوه رائعه. الا جربتوها بهذه الطريقه اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم، حيت كتجي غزاله بزاف. ودابا غادي نضيف عليها الشعريه ونحركها مزيان، وغندوز ان شاء الله نعمر البريوات.
وهي الحشوه ديالي واجده. دابا غادي نبدا نعمر البريوات. ودابا من بعد ما كملت البريوات غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده وغادي ندخلهم للفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات من بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو مقرمشين. اما الحشوه كتجي غزاله بزاف. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى تشجيعاتكم. وإلا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لي لايك ومن تعاليقكم لتشجيع فقط، وبصحه فطوركم في وصفه قادمه ان شاء الله.